أكيد سمعت قبل كده إن الطيارات ما بتطيرش فوق الكعبة، بس يا ترى ليه؟ ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. هل في سبب ديني؟ ولا هل المجال المغناطيسي هناك مختلف زي ما بيقولوا؟ الحقيقة أبسط من كده بكتير. مكة ما فيهاش مطار دولي، وأقرب مطار ليها هو مطار جدة، وده بيخلي خط سير الطيارات بعيد عنها. كمان عشان عدد الحجاج الكبير بيقوموا مهتمين جدا بتأمين الجو حوالين الحرم، فيمنعوا الطيران فوقه إلا في حالات نادرة جدا، زي الطيران الأمني أو الإسعافي لو في حالات لا قدر الله. في ناس قالت إن في طاقة روحية أو مغناطيسية فوق الكعبة بتمنع الطيارات، بس مفيش أي دليل علمي على الكلام ده لحد دلوقتي. يعني السبب الحقيقي هو احترام المكان المقدس وتنظيم الطيران، مش لغز. لكن الموضوع فعلا مثير للفضول.